شمس بلا شعاع مع فضيلة الدكتور توفيق العبيد، الأستاذ المساعد بكلية الدعوة الجامعية للدراسات الإسلامية ببيروت، ضمن البرنامج الرمضاني زاد الجنة. الحمد لله الذي من علينا برمضان، الشهر الذي أنزل الله تعالى فيه القرآن، ونحن نتلو فيه الآيات البينات كقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إذن الليلة موجودة قبل أن ينزل القرآن، فبعض الناس يظن أنها سميت ليلة القدر لنزول القرآن فيها، والأمر ليس كذلك، هي موجودة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إذن هي موجودة وهو نزل فيها. وقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أي هذه الليلة كانت في أصلها عند الله تعالى مباركة فأنزل فيها كتابه العظيم. سميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها الأقدار الناس، أعمارهم وأعمالهم وأرزاقهم وكل ما قدره الله سبحانه وتعالى. ولعل البعض يقول: ما دام كل شيء يقدر فلماذا العمل؟ لا عجب في هذا التساؤل، لأن الصحابة أنفسهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل؟ الأمور مكتوبة. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا الذي هو بين قوسين ميسر لما خلق له، أنت ميسر لشيء قدره الله تعالى لك، فكيف أفعل؟ ربما أنوي اليوم أن أذهب لزيارة صديق مثلا، ووضعت كل اهتماماتي وخططي لأجل هذا الموقف، فإذا بي أتفاجأ بأنه ينصرف اهتمامي إلى أمر آخر أذهب إليه، حيث خلق الله تعالى لك رزقا وقدر لك رزقا ساقك الله إليه، رغم أنك وضعت خططا عظيمة لتسير إلى هدف أنت رسمته. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا الذي خلق لنا قدره الله تعالى، فلذلك سميت ليلة القدر لما فيها من أقدار. هذه الليلة خير من 1000 شهر، قياس على رجل عبد الله تعالى 1000 شهر. في الأمم الماضية كان الناس يعيشون أزمانا طويلة، فتسمعون في حديث الرجل الذي عبد الله 500 عام. إذن لا عجب أن نجد رجلا عبد الله 1000 شهر. لم يصلنا خبر صحيح عن ذلك، لكن هذا هو المقياس، بأن تعبد الله عز وجل في ليلة بسائر أنواع القربات من صلاة وصيام وصدقات وإحسان وغيرها من القربات الكثيرة، فأنت نلت الأجر العظيم. ونحن اليوم في ليلة 27، ولعل الله عز وجل أن يجعلها ليلة القدر، فقد اعتاد الناس أن ليلة 27 هي ليلة القدر. أيها الأحباب الكرام، هناك علامات لهذه الليلة، لكن أنا لا أنصح أن تبحث في علامات ليلة القدر، لأن غالب علامات ليلة القدر تعرف بشروق شمسها، أي بعد أن تنتهي. فماذا تستفيد وقد تابعت تلك العلامات وذهبت تلك الليلة؟ من علاماتها التي يظنها الناس علامات نباح الكلاب، بعضهم يقول أن البحر يتحول من ملح إلى عذب إلى غير ذلك، وهو ليس بصحيح. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتحراها في العشر الأخير من رمضان، ثم دعانا أن نتحراها في السبع الأواخر من رمضان، ثم دلنا أن نتحراها في الليالي الفرادى من العشر الأخير في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليلة القدر ليلة طلقة سمحة، لا حارة ولا باردة. صبيحة يومها تشرق الشمس بلا شعاع. يصف النبي صلى الله عليه وسلم شروق شمس ليلة القدر: صبيحة ليلة القدر
تسطع شمسها لا شعاع لها كأنها تسط حتى ترتفع، أي كأنها قرص لا شعاع فيه. وتجد الكثير من الناس عندهم هواية رصد شروق الشمس في العشر الأخير. احرص على أن تشتغل بليلة القدر وما فيها من عبادة وأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إيمانا بأن في هذه العشر ليلة تسمى ليلة القدر، تصديقا، إيمانا أي تصديقا بخبر النبي أن هناك ليلة اسمها ليلة القدر، واحتسابا احتسب حبس نفسه في القيام، احتسب تقديم القربات في هذه الليلة لله تعالى، تصديقا بأن كل ما يفعل من خير في هذه الليلة سيكون له أجر عند الله. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيا أيها الأخ الحبيب، تحرى ليلة القدر كما تشاء، لكن بعد أن تكن قد اغتنمتها. أما أن تشغل نفسك بتحريها وأنت نائم، أو تتحراها وأنت غافل وغيرك قائم وغيرك يفعل، فإنك قد خسرت الكثير. هذه الليلة تعني أن العيد قد اقترب، وأن زكاة الفطر قد وجبت، وأن هناك طفلا يتيما ينتظر إحسانك، ينتظر كسوة عيد، ينتظر ابتسامة ترسمها على وجهه. فيا أيها الأخ الحبيب، اشغل نفسك بالتقرب إلى ربك سبحانه وتعالى، فإن بالقربات تطيب النفوس وترفع الدرجات وتكسب الحسنات. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن أدركوا ليلة القدر فقاموها إيمانا واحتسابا وصاموها إيمانا واحتسابا. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.